بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم جميعا يا رب. يا رب تعود الأيام علينا وعليكم بكل خير. زي ما انتم شايفين كده انا هعمل بيتفور. انا لسه منزله طريقه البيتفور بالزيت. دي كان طريقه شيف محمود، طبعا انا شفتها على اليوتيوب او على الفيس تقريبا، عجبتني جدا. بس انا دلوقتي ونزلتها لكم. الطريقه كانت حلوه بصراحه، ممتازه مش وحشه. دلوقتي انا هعمل معاكم البيتفور بس بالزبده. عايزه اقول لكم طبعا بيتفور الزبده مختلف تماما على اي بيتفور، حتى في طعمه هو بيبقى ناشف شويه عن البيتفور اللي بالسمنه. مش ناشف يعني، بيبقى ماسك نفسه شويه. البيتفور اللي بالسمنه بيبقى طري جدا، ناعم، بيبقى ناعم زياده عن اللزوم. اللي بالزبده ليه طعم، يعني ليه طعم مختلف، ليه طعم روعه يعني. كده انا حطيت 700. دي المقادير يا جماعه، اقسم بالله بالظبط بالظبط زي ما انا عاملاها، ومفيش حد داقه الا لما قال لي ممتاز. سمعت وصفات كتير وحاجات كتير، 750 زبده، 800 زبده، كيلو سكر. لا لا، انا الطريقه دي معموله ومجربينها، ان شاء الله اللي يعملها بجد هيدعي لي. 700 زبده، 700 جرام زبده اي نوع. انا مستعمله جنه زي ما انا وريتكم، جنه فرن اي نوع. 700 جرام زبده بس تكون خارجه من التلاجة، تكون ماسكه نفسها يعني، ما تكونش سايحه. ونبدا نقطعها زي ما انتم شايفين. انا قطعتها بس عشان المضرب بتاعي او العجان، لازم ان احنا نبقى ايه، يعني نحافظ على حاجتنا. تمام. انا قطعتها زي ما انتم شايفين كده اهوت، وبدات ان انا اضربها بالمضرب، بس ان انا فكيتها من بعضها شويه. وحطيت عليها 300 سكر بودره، بس اهم حاجه يكون السكر البودره مطحون كويس جدا. يبقى حطينا 700 جرام زبده عليهم 300 جرام سكر بودره. مش المقادير دي من غير افتكاسات بقى، ولا هنحط ايه ونزود ايه، لا هي دي الطريقه. والبيتفور طلع ممتاز، واظن انتوا شايفين الصوره واضحه يعني. شكله وطعمه اقسم بالله ما في حد فعلا داقه الا لما قال ممتاز يعني. وهحط عليهم 3 بيضات. تمام. يبقى حطينا 3 او 4، يعني مش فارقه يعني، 3 بيضات او 4 بيضات، الاتنين مش فارقين. ما فيش صفار بقى لوحده وبياض لوحده، لا، الاربع بيضات كاملين. انا تقريبا كان عندي 3 بيضات، ما خدتش بالي ان الفيديو ده مصوره بقى لي حبه. ما خدتش بالي ان لان انا في مقدار عملته، البيض كان كبير، حطيت بيضتين وبيضايه كبيره، كانوا 3. المهم ان هو 3 او 4 بيضات، مش اكتر من كده. ضربت كده الزبده، ال 700 زبده مع ال 300 سكر على الاربع بيضات، هنقول 4 بيضات. وهنفضل نضرب فيهم تاني كويس جدا. اهم حاجه في البيتفور يا جماعه ان احنا نضربه كويس جدا لغايه ما يبقى فوم. شايفين هو زاد ازاي؟ هبدا ان انا انزل عليه بكيلو دقيق. ده مقدار كيلو دقيق. هنبدا ننزل كيلو دقيق كده هون وننخله طبعا، لان احنا عارفين لما بننخل الدقيق لازم بندخل الهواء فيه، فبيبقى العجين هش شويه. زي ما انا قلت لكم البيتفور بسكويت كحك ما بيتعجنش بعد ما بيتعمل. لو تاخدوا بالكم انا بطراطيف صوابعي بس ان انا بدخل الدقيق يتشرب من الزبده بتاعتي. وعايزه اقول لكم العجينه دي بتبقى اصلا ملزقه، يعني عجينه، لان انا هعمله بكيس الحلواني بالقمع. والكيس لازم العجينه تبقى طريه جدا، فهو المقدار ده العجينه بتاعته ملزقه. محدش يقول لا دي سايبه او ناعمه، لا انا ازود دقيق تاني، لا ما زودوش اي حاجه. هي العجينه وتاخدوا بالكم في ايدي اصلا هتبقى ملزقه. واخدين بالكم؟ هي كده خلاص اتعجنت اهي. انا دخلت الدقيق بس اختفى الدقيق من قدامي. انا ما بعجنش، انا بطراطيف صوابعي بطلع بس الدقيق اللي من تحت. واخدين بالكم؟ انا بشاور لكم ان العجينه بتبقى هي ملزقه كده، بتتلمش. لو عايزين نعمله بقى في المكنه بنزود حبه دقيق شويه تاني، يعني ممكن نزود بتاع ربع كوبايه دقيق تاني، بحيث ان هو ينفع ينزل المكنه. كان البسكويت ده ما ينفعش في المكنه. انا طبعا عايزه اعمل بالشوكولاته، فانا حطيت حته زبده عشان طبعا الكاكاو ماده ناشفه يعني، فاحنا عايزين نطريها شويه. فانا حطيت قالب زبده كده، حته زبده صغيره، وبدات اخدت من العجينه حطيتها عليها واعجنها. بس عايزه اقول لكم بقى على حاجه. اهم حاجه نوع الكاكاو في البسكويت ده، في البيتفور ده. الكاكاو نفسه بيدي طعم للبيتفورايه كأنك بتاكلي شوكولاته يعني. ده الكاكاو الاسباني.
عايزه اقول لكم اقسم بالله يعني طعم البيتيفورايه اصلا كانك بتاكلي شوكولاته. هنا طبعا انا اخترت، انا عندي 2 بلابل انا وريت لهم لكم في الاول، فانا اخترت النوع دون. حسيت ان هو الوردات بتاعته او يعني اخرامه ضيقه شويه عن التاني. انا هشتغل بالاتنين، بس انا ايه، عشان انا ما عنديش غير قمع واحد، انا هجرب بس في الصينيه عشان اشوف البيتفور بتاعي هيفرش او ايه. لو فرش مني هبدا ان انا ازود سنه دقيق اللي هي نص معلقه مثلا، بس هو المقدار طلع ممتاز. شايفين في الكيس بينزل بكل سهوله جدا، لان هي عجينه البيتفور اللي في الكيس اللي بالزبده، وفي الكيس عامه بتبقى العجينه بتاعتها ناعمه جدا. انا ما احتجتش وما تعبتش خالص في ان انا اضغط عليه. بدات وزي ما انتم شايفين هو بيتشكل بكل الاشكال. شايفين القمع دون الوردات بتاعته ضيقه احلى. التاني بقى انا طبعا البني هحط دلوقتي هشتغله بالقمع العادي، طبعا هو كان ملزق في ايدي جدا، بس انا هشتغله بالقمع العادي لسبب واحد، ان انا يعني ايه، البني لما يستوي انا مش هبقى شايفاه كويس، فانا الابيض ده هشيل منه كام واحده دلوقتي هتشوف ان انا نسيت البني، واحط البني يعني كل صاج هدخل معاه بني زي ما انتم شايفين كده اهوت، عشان ايه، لما الابيض يستوي هعرف ان البني استوى كده. طبعا انا طلعت اهو دون من الفرن، لو تاخدوا بالكم استوى تماما، وشايفين خلاص ما فرشش ولا اي حاجه. المقادير يا جماعه بما يرضي الله بامانه، هي المقادير اللي انا في الفيديو دي هي دي اللي انا حطيتها، ما زودتش عليها اي حاجه. ما البيتفور ما بيتحطلوش بيكنج باودر، بيتفور الزبده ما بيتحطلوش بيكنج باودر. بصوا النقشه دي جميله قوي قوي ازاي. بدات هنا خلاص انا اختبرت البيتفور بتاعي طلع كويس تمام، بدات ان انا اسوي بقى، بدات ان انا اشتغل يعني فيه خلاص على طول. الطريقه دي يا جماعه ممتازه، جربوها وان شاء الله تعجبكم. ورسمات حلوه قوي قوي قوي. والبني كمان اهم حاجه نوع الكاكاو، يعني يا ريت تجيبوا الكاكاو الاسباني، هو اغلى بس احلى بصراحه. يعني التاني اللي هو بيتحط للكيكات او الكلام ده كله، وعايزه اقول لكم حتى لو للكيكه والله حطوا الاسباني. الاسباني ده برغم ان هو غالي بس بيدي طعم فعلا كانك بتاكلي شوكولاته، مش بتاكلي كيكه مثلا او بتفور او كده، لا طعمه شوكولاته ببقك اصلا. وينفع ان انت تعمليه كاكاو باللبن او كده، بيتشرب برضو حلو قوي قوي ممتاز. بصوا ده الرسمه حتى نفسها ما اختفتش ولا اي حاجه. ليه؟ لان مقاديري مظبوطه. والبيتفور ما نعملش بيتفور بنحط لهوش قصدي بيكنج باودر، لان البيكنج باودر يا جماعه يخليه ينفش اكتر، هو فيه زبده يعني كفايه. والبيتفورايه كمان مش ناعمه، مش ناعمه لدرجه ان هي تتكسر او تقع، لا. ودي طريقتي في البيتفور. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في لايك وشير واشتراك في القناه، وكل سنه وانتم طيبين. تمام. وكده بقى بدات ان انا زوقت البيتفور بتاعي. طبعا بعد ما طلع وخلص انا عندي فرماسيلا خرز، وكان عندي جوز هند، وكان عندي سوداني دقيته. كده انا حطيت ورقه زبده، وبدات ان انا بس الفيديو بقى ده كان سريع شويه. شوكولاته سايحه اهي متاحه على بخار ميه. والبسكويت بتاعي البيتفور بقى بدات الزقه بالشوكولاته. شوكولاته خام خالص، بس بحط عليها اللهم صل على سيدنا محمد، بحط عليها زيت شوكولاته عليها زيت. بصوا الاشكال بتاعته كان حلو جدا 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 وكان مبهج كده. هو يلا كل سنه وانتم طيبين، وعيد سعيد عليكم يا رب وعلينا جميعا، وتعود الايام علينا وعليكم بكل خير. واتمنى يكون الفيديو بتاعي عجبكم، فيديو بسيط وسريع، وان شاء الله المقادير مظبوطه وجربوها هتعجبكم. شايفين انا باخد شوكولاته في اللي هي الطويله دي، بحطها بالجنب كده وملزقه 2 في بعض، وعامله واحده لوحدها. وانا ملزقاه على فكره كمان بالشوكولاته، انا مش ملزقه مربى خالص، انا مش حاطه مربى نهائي، انا ملزقاه كمان بالشوكولاته. شايفين اشكاله ازاي. وساعات مغطسه كمان البوتفرايه كلها في قلب ده سوداني. والفورماسيل الخرز بتعجبني اكتر اكتر اكتر، وشكلها تحفه وعسل اكتر من الفورماسيل الطويله. لو تاخدوا بالكم الخرز كمان من قريب كمان شكلها احلى. يا مرحبا رمضان، يا مرحبا رمضان، يا مرحبا رمضان.